وفي كان بنت حتى فلسطينيه جت كانت متاثره جدا وشافت نفسها وشافت قصتها ومعاناتها في الفيلم. ليلى علوي كمان كانت بتعيط. عمرو محمود ياسين كمان اتكلم على الفيلم بشكل رائع. الموضوع نفسه هو اللي فرض عليا ده. منورانا النهارده في مينيز. شكرا، ميرسي. كلميني بقى، شفتي ردود الافعال الكبيره ازاي على الفيلم يوم عرضه؟ الحقيقه يوم عرض الفيلم ده يعني انا بعتبره من احلى ايام حياتي. يعني كان يوم مؤثر بالنسبه لي. بعد الفيلم يعني جوه القاعه برضو كنت يعني في شويه قلق وخوف، وجي كذا حد ما انساهمش. يعني جت هاله صدقي حضنتني، وكندا علوش حضنتني وقالت كلام جميل جدا وصادق جدا عن الفيلم طبعا، وسوسن بدر. يعني كان في كذا حد بصراحه. دي كانت احلى لحظات وما بنساهاش. وحتى هاني جوزي كان اول مره يشوف الفيلم، وحسيت ان هو برضو فخور وعجبه. في ناس برضو كنت مثلا بحب مستنيه رايها جدا، زي استاذ جابي خوري مثلا المنتج الكبير، وانا عارفه ان هو مش مجامل، فانا خايفه منه شويه يعني هيقول ايه. فبعد ما مشي انا ما يعني شفته في قاعه بعد كده هو مشي، وبعدين بعت لي قال لي فيلم مؤثر وموجع اشكرك. فهنا الكلمه دي فضلت عندي، لان هو كلامه قليل ومش مش عمره ما هيجامل في حاجه لو هو ما حسهاش يعني. ففي حاجات كانت مهمه بالنسبه لي ومؤثره. ليلى علوي كمان كانت بتعيط. يعني الحقيقه بشكرهم كلهم على حضورهم. طبعا عمرو محمود ياسين كمان اتكلم على الفيلم بشكل رائع. انبسطت بده، وكنا كلنا متاثرين. وفلسطينيين اللي حضروا كان في عدد كبير من الفلسطينيين في القاعه موجود غير الابطال الفيلم كمان. فهو كان يعني حاجه كده لحظه في حب فلسطين، وشافوا نفسهم. وفي كان بنت حتى فلسطينيه جت كانت متاثره جدا وشافت نفسها وشافت قصتها ومعاناتها في الفيلم ده. انا كده خلاص حسيت اني حققت شيء ما من الفيلم ده، اللي عملته بايمان وبحب وبس كده، مش عايزه حاجه تاني. اكتر مشهد او لقطه او موقف كان مؤثر بالنسبه لك وانت بتصوري العمل ده؟ لا يعني هي مش مشهد مؤثر، هو انا ما كنتش بستجدي العواطف، لان في حاجات ممكن تبقى صعبه اكتر بكتير حصلت. انا قاصده ان انا اختار ناس عايشه واسره متماسكه، وحاولت تحافظ على ان هم يفضلوا مع بعض طول اللي حصل لهم ده كله. يعني حتى لو هيموتوا مع بعض. فده طبعا كان الفكره دي كانت مأثره فيا. بعدين ما كنت بقعد مع كل واحد فيهم لا يعني طبعا كان في اوقات كتير كنت بتأثر وببكي معاهم. يعني من الكلام بيقولوه لانه في احاسيس مختلفه. احساس الام يعني عاشت الموضوع ازاي، الطفله يعني تفاصيل. هو الفيلم كله تفاصيل. انا كنت عايزه اقرب من التفاصيل الصغيره دي. انا في حاجات ممكن تبقى بالنسبه للناس انه انا بالنسبه لي ان حد بيته يتدمر وحياته تتدمر وان واحده تودع اوضتها مش عارفه ترجع ولا لا، وعمرهم ما قدروا يرجعوا لغايه دلوقتي، والله اعلم هيقدروا يرجعوا ولا لا. كل ده في لحظه يروح. لا طبعا في حاجات كتير، وفي مومنت المؤثر جدا. انا مش عايزه احرق كل حاجه موجوده في الفيلم. يعني كان في لحظه انا بعتبرها او مشهد هو احلى مومنت في الفيلم، مش عايزه اقول عليه دلوقتي عشان ما احرقش، بس يمكن انت عرفته. والله حلم الاخراج ده كان موجود جوايا، لكن ما كنتش عارفه هعمله بانهي شكل، وكنت خايفه كمان. يعني لما بحب اعمل حاجه بحب اعملها كويس. يمكن اللي خلاني دلوقتي يعني ما كنتش مقرره انه السنه دي انا هخرج، لا انا الموضوع نفسه هو اللي فرض عليا ده. ايماني بان انا بالموضوع، وبان انا حابه اعمل حاجه انسانيه وحاجه ليهم هم، ودول بالذات انا حبيت قصتهم وحبيت اصورهم. فحسيت ان انا لازم اخرج دلوقتي. لكن طبعا ازاي بحضر لده؟ اكيد انا من خبرتي كممثله اخدت خبرات من كل المخرجين اللي اتعاملت معاهم. اتعاملت مع مخرجين كبار وكمان شباب وبخلفيات مختلفه طرق مختلفة، مدارس مختلفة في الإخراج. وكمان طبعا في يعني كورسز دلوقتي، كورسات في أونلاين، وفي حاجات تابعتها وذاكرت النوع اللي أنا هعمله كمان، لأني أنا مش متخصصة في الأفلام الوثائقية والتسجيلية. يعني أنا حتى كل عملي كممثلة كان أكتر في الروائي والدراما، فكان لازم أذاكر النوع ده. واتفرجت على حاجات كتير قوي، ففهمت اللي هي بيبقى ليها آليات وطريقة مختلفة شوية. يعني كل عمل بيكون رحله، والرحله لما بنخلصها بنطلع بيها بكوتس كده. ايه الرحله دي طلعتي منها بايه؟ الرحلة دي طالعة منها بحاجات كتير قوي إنسانية في المقام الأول، يمكن غيرت فيا أنا كإنسانة قبل ما تبقى بتغير في الكارير بتاعي أو كده. وعلى المستوى الفني كمان اتعلمت حاجات. يعني في كل الحالات أنا راضية عنها
ويعني لو هتتكرر هكررها برضه بنفس الطريقه. لما بيحصل معانا مواقف صعبة ساعات بنقول ليه بيحصل كده معانا، عشان كده اخترتي وين سرنا. صح، يعني وين سرنا في ليه بيحصل كده، وتساؤلات كتير، واحنا فين دلوقتي وهنعمل ايه؟ ما هو سؤال الفيلم، هم مش عارفين، وهذا السؤال هو سؤال كل الشعب الفلسطيني وكل اهل غزه بالذات، يعني مش عارفين مصيرهم ايه. نورتينا النهارده في مينيز. شكرا، ميرسي.